نفسك تعملي كيك للتورت بالدقيق العادي وينجح معاكي من اول مرة؟ يبقى تابعي الفيديو ده للاخر علشان تشوفي كل الاسرار والتركات. كمان مقاديرنا الاقتصادية والبسيطة جدا اللي هذكرها معاكم هنعمل منها حاجتين، يعني بوفر لكم بقدر الامكان. يلا بينا على الفيديو، وانتي داخله معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركه. واول حاجه بنجهزها هو المضرب، وبعدين بنضيف في المضرب 250 جرام من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستخدامات، وبنعديه على منخل او مصفى بالشكل ده. هقول لكم المقادير وهسيبها لكم كمان على الشاشه. ضفت كمان معلقه كبيره من بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الملح، و3 معالق كبار من النشا، وكوبايه الا ربع من السكر، عليهم 4 بيضات، طبعا كله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هننزل بمعلقه خل صغيره، و2 باكت من الفانيليا، وكوبايه الا ربع من الميه. ونيجي لاخر واهم عنصر وهو المحسن الجل. هو ده محسن الجل اللي كتير قوي سألوني عنه، هدوس كريم. ولو مفيش ده وفي نوع تاني او ماركة تانية غيره مفيش مشكلة، هو بالاكيد بيتباع عند كل محلات مستلزمات الحلواني، وساعات بيكون في السوبر ماركات، مش دايما موجود بس احيانا بيكون موجود. هناخد منه معلقة صغيرة بالشكل ده تكون مليانة وكويسة. وبعدين هنشغل المضرب بتاعنا، هياخد معاكي من 7 ل10 وكمان ساعات 12 دقيقة حسب قوة المضرب بتاعك. المهم ان الخليط بتاعنا يعلى ونوصل للمرحلة دي. تكوني بقى مجهزة جنبك الصينية اللي هتخبزي فيها، وانا هنا خبزت في حلة مقاسها 20، ونكون ماسكين قطعة زبدة ودهنينها بالشكل ده، وكمان معانا ورق زبدة مقصوص على قد القاعدة بتاعة الصينية ودخلناه على طول. وهننزل الخليط بتاعنا على طول، وقبلها نكون مشغلين الفرن قبلها ب10 دقايق او ربع ساعة على درجة حرارة 180، وهندخل الصينية بتاعتنا رف اوسط. والحاجة التانية اللي عملناها هي السويس رول. بصوا، حطيت ورق زبدة كده في الصينية بتاعتنا كلها، وحطيت الخليط بتاعي وفردته بالشكل اللي شفتوه. والسويس رول هياخد معاكي من 12 ل 15 دقيقة. اما الكيك خد معايا 40 دقيقة، ممكن ياخد معاكي دقايق اكتر او دقايق اقل حسب فرنك انتي. الفتحة اللي في نص الكيك دي انا كنت بختبرها بالسكينة علشان الولاد مضيعيني كل حاجة، فما لقيتش غير السكينة قدامي، يعني ما تشغلوش بالكم بيها. لما طلعت الكيك قلبته، وبنبتدي بقى نشيل ورق الزبدة اللي فيه، كمان شلناها من السويس رول زي ما شفتوا. وبسيب بقى الكيك بتاعي يبرد تماما. شايفين انتوا لسه عمال بيطلع دخان، ما ينفعش ابدا نغطيه في الحالة دي، هيعجن مننا ومش هيبوظ خالص. تسيبيه يتهوى تماما كده من غير اي حاجة، تسيبيه يتهوى خالص، وبعدين بقى بنغطيه لحين الاستخدام اللي احنا نزينه علشان نحوله لتورته. يستحب تعملي الكيك قبلها بيوم وتزيني تاني يوم، او تعملي الكيك الصبح تزيني بالليل. هنا لما كنت حطيت الحلة تاني عليه كنت خلاص اتهوى معايا تماما، وغطيته بالحلة بقى تاني ودخلت نمت. ودلوقتي بقى ده تاني يوم ببتدي ان انا اقطعه بالشكل ده، يا هتقطعيه بمنشار يا هتقطعيه بسكينة مشرشرة زي ما تحبي. بنشيل الوش ده كده بالسكينة بكل بساطة بيتشال معانا. طبعا الكيك انا مش محتاجة احكي فيه كتير، هو بيتكلم عن نفسه. اتبعي انتي بس الخطوات والمقادير بالظبط وهيطلع معاكي ناجح 100%. اول مرة هتدخلي تعمليه لو لسه مبتدئة هيطلع معاكي ناجح جدا. زينتها وحولتها لتورته حرفيا بدون ادوات نهائي، لان ولادي كانوا مضيعين كل الادوات، وده هنشوفه الفيديو اللي جاي ان شاء الله.